السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملنا مع بعض قبل كده المكرونة بالفراخ والبشاميل، والحمد لله نالت إعجاب ناس كتير. لو فاتك الفيديو ده يبقى فايتك كتير. هسيب اللينك في صندوق الوصف أسفل الفيديو. وصفة النهاردة هنحضر مع بعض المكرونة بالبشاميل، ولكن بالطريقة الأصلية. طريقتي دي أنا معتمداها من سنين وعمري ما هغيرها، لأنها بتديني الطعم الأصلي للمكرونة بالبشاميل، ودايما مشرفاني قدام أي حد بيدوقها من إيدي. هنعملها مع بعض بدون أي تعقيد وبطريقة سهلة ومبسطة هتعجبكم جدا. يلا بسرعة لايك وشير للفيديو. ولو أول مرة بتشوفوني، أنا غادة وقناتي حلوة وسهلة. يلا نسمي الله ونبدأ بالوصفة. أول حاجة هحضر اللحمة المفرومة. في طاسة على النار هنزل بمعلقة من السمنة، وأول ما تدوب معايا السمنة هنزل على طول ببصلتين متوسطين الحجم مفرومين، وهديهم تشويحة كده لحد ما يتبالوا معايا. هوسع كده مكان من النص وهنزل بنص كيلو من اللحمة المفرومة، يعني 500 جرام. تقدري تقللي اللحمة لربع كيلو، يعني 250 جرام، وده طبعا حسب حجم الصينية بتاعتك. هبتدي اقلب واخلط كده اللحمة مع البصل علشان تاخد من طعمها، وكمان علشان اللحمة ما تكتلش معايا. عايزين لحمة يا بنات كده تكون مفرولة مش مكتلة. في ناس طبعا بتحب تنزل باللحمة قبل البصل، مفيش مشكلة، بس انا بحب ادبل البصل الاول. وطبعا كل شيخ وله طريقته، كل الطرق سيان، الطريقة اللي تريحك اعملي. وكمان هنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم. الثوم المفروم علشان بيدي نكهة حلوة جدا، وكمان لو في اي ريحة في اللحمة غير مرغوب فيها بيضيعها تماما. وهفضل كده اشوح لحد اللحمة والبصل والثوم ما يندمجوا مع بعض، وكمان اللحمة تغير لونها تماما. ودلوقتي بقى هنزل بثمرتين من الطماطم مبشورين او مضروبين في الكبة ناعم. وتقدري طبعا تنزلي بمعلقة من الصلصة، ولكن طالما الطماطم موجودة ولونها حلو معايا بفضل اني اشتغل بيها اكتر من الصلصة. هقلب كده بقى لحد ما الطماطم تندمج كويس مع اللحمة وتاخد غلوة معايا. واول ما اللحمة تاخد غلوة معايا على طول هنزل عليها بالتوابل. معلقة كبيرة من الفلفل الاسمر الناعم، ومعلقة كبيرة من البابريكا، ومعلقة كبيرة من بهارات اللحمة او السبع بهارات حسب المتواجد عندك، وطبعا الملح حسب الذوق. وهقلب كده لحد اللحمة ما تاخد من طعم التوابل اللي ضفناها. واخر اضافة معايا وهي رشة من جوز الطيب، بتدي نكهة حلوة جدا، وتقدري طبعا تستغني عنها لو مش بتحبي طعمها، ولكن بتفرق كتير في الطعم والريحة. وهفضل كده اقلب فيها لحد ما تستوي معايا اللحمة تماما، طبعا من وقت للتاني. وخلاص كده اللحمة استوت معايا تماما، وما شاء الله على ريحتها يا بنات حلوة جدا. شايفين قد ايه اللحمة جوسي معايا ومفرولة، وهو ده اللي احنا عايزينه. شوية كده من الصوص نازلين من اللحمة، شاربة من طعمها ما شاء الله. وده طبعا هتتشربوا المكرونة معانا، وبتزيد طبعا من حلاوتها. هرفعها بقى من على النار وهسيبها على جنب، ويلا بينا علشان نسلق مع بعض المكرونة. وفي حلة على النار فيها مية بتغلي مع معلقة من الملح ومعلقة صغيرة من الزيت. وبلاش تكتري الزيت في المكرونة البشاميل علشان تدي للمكرونة فرصة انها تتشرب من البشاميل اللي هنعمله مع بعض. هنزل عليها بكيس من المكرونة اللي هو 500 جرام، يعني نص كيلو من المكرونة. هسلقها لمدة 7 دقايق فقط، مش اكتر من كده، مع التقليب من وقت للتاني علشان المكرونة ما تلزقش منك في بعضها او تلزق منك في الحلة. وكده المكرونة عدى عليها 7 دقايق. مش عايزين المكرونة تستوي سوا كامل، لانها طبعا لسه هتدخل الفرن ولسه هتاخد بشاميل، فعايزينها تكون كده 3/4 تسوية. يعني تمسكي كده المكرونة تقطم معاكي، يعني بيكون لسه فيها كده تكة لسه ما استوتش. هاخد المكرونة كده بقى واصفيها واركنها على جنب لحد ما نعمل البشاميل. وعشان نعمل البشاميل معايا على النار معلقة كبيرة من السمنة، هنزل عليها ب3 مكعبات كبار من الزبدة، يعني حوالي 3 معالق، يعني معايا 4 معالق من المادة الدهنية. سواء بقى حطيتيها كلها زبدة، حطيتيها كلها سمنة، حطيتيها زبدة على زيت ماشي، حطيتيها سمنة على زيت ماشي، كلها حسب رغبتك.
هبتدي دلوقتي بعد ما تدوب معايا على طول هنزل بأربع معالق هرمية من الدقيق متعدد الاستخدامات، ويكونوا منخولين يا بنات. وهقلب على طول علشان الدقيق يخرج كل الرطوبة اللي فيه ويستوي معايا. يعني لما تيجي كده تاكلي البشاميل ما تحسيش بطعم الدقيق. ولاحظوا معايا يا بنات ان الدقيق مش مكلكع في السمنة ولا عامل اي كتل، واخد كده قوام ناعم ودايب، وده الصح في البشاميل. لو عكس كده والدقيق عمل معاكي كتل، اعرفي ان المادة الدهنية قليلة معاكي، وفي الحالة دي لازم تزوديها. دلوقتي بقى هضيف معاها التوابل آه علشان كده يعني ايه تخرج النكهة بتاعتها. معايا من التوابل هضيف عليها نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر الناعم، ولو أبيض يكون أفضل. هضيف كمان مكعب من المرقة وذرة من الملح، وهنزل على طول عليهم ب2 كيلو من اللبن، يعني بمعدل 8 كوبايات من بتوع المية. وهنزل عليهم مرة واحدة، هنزل باللبن يا بنات مرة واحدة، واللبن يكون بدرجة حرارة المطبخ، ولا سخن ولا ساقع من التلاجة. اللبن يكون بدرجة حرارة المطبخ. وعلى طول هبتدي أقلب بالمضرب، وزي ما انت شايفة ما فيش أي تكتلات معايا، لأننا بنزلنا باللبن مرة واحدة. لو نزلت واحدة واحدة هيبتدي الدقيق يفضل يتشرب من اللبن معاكي، ومش هتاخدي نتيجة كويسة. واخر اضافة معانا يا بنات وهي بشرة من جوزة الطيب، يعني في حدود ربع معلقة صغيرة، ما تكتريش. ودي طبعا بتاخد البشاميل بتاعك في حتة تانية خالص. قد ايه بتكون نكهته مميزة جدا في البشاميل. هنبتدي بقى نقلب كده لحد ما ناخد السمك اللي احنا عايزينه، اللي هو ولا سميك قوي ولا خفيف قوي، يعني كده قولي زي المهلبية الخفيفة مش التقيلة، علشان البشاميل يكون كريمي والمكرونة تتشربه معاكي. زي ما انت شايفة القوام معايا، ده القوام اللي احنا عايزينه. وكده البشاميل بيكون جاهز معايا، وهبتدي ارفعه من على النار. وكده كل المكونات بتكون جهزت معايا، المكرونة واللحمة والبشاميل. نبتدي بقى نجهز الصينية القمر بتاعتنا. هنزل بتلت كمية البشاميل على المكرونة واقلبها كويس جدا لحد ما المكرونة تتشبع من البشاميل. هجيب الصينية اللي هدخلها الفرن، وهنزل عليها بشوية من البشاميل، وهوزعهم كده في قاعدة الصينية، وهوزع عليهم نص كمية المكرونة بالتساوي، بحيث ما يكونش فيه جهة أعلى من التانية. وفوق المكرونة بقى هضيف اللحمة المفرومة، وهوزعها كده على المكرونة. هوزعها على الصينية كلها بالتساوي، وما ننساش الجوانب والزوايا. وباقي كمية المكرونة هوزعها على الوش بالتساوي. اما باقي كمية البشاميل هنزل عليهم ببيضتين، وهخفقهم كويس جدا مع البشاميل علشان نغطي بيهم وش الصينية. وده هيكون يا بنات بديل لكمية الجبن اللي بتضاف على وش صواني المكرونة بدون اي داعي، وهناخد نفس اللون ونفس النتيجة. الطريقة الأصلية للمكرونة البشاميل ما فيهاش جبن يا بنات. اما بقى لو حابة انك تضيفي جبن فهتستغني عن البيض، وتغطي الوش بالبشاميل، وتضيفي خليط من الجبنة الشيدر مع الرومي او موتزاريلا زي ما تحبي. هغطي بقى وش المكرونة بالبشاميل وهسوي الوش كويس، وهدخلها فرن ساخن مسبقا على حرارة 200 درجة على الشبكة في النص لمدة نص ساعة لحد ما تاخد لون معايا. ولو ما اخدتش معاكي اللون في الفترة دي تقدري انك تولعي الشواية علشان تديها لون من الوش. تسوية المكرونة ما بتاخدش اكتر من نص ساعة في الفرن، لان كل حاجة مستوية معانا، المكرونة واللحمة والبشاميل.
احنا محتاجين بس اننا نديها لون من الوش. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي كلها؟ ريحتها تحفة بجد ولونها خطير، مفيش اجمل من كده، بدون جبنة مكلفة على الجيب وعلى المعدة كمان. تعالوا بقى اذكركم بكام ملحوظة كده علشان المكرونة البشاميل تكون ناجحة معاكي. اول حاجة، المكرونة تكون مسلوقة 3/4 سلق فقط، وياريت تكون اخر خطوة معاكي علشان تستخدميها وهي لسه سخنة، وده هيسهل عليكي اكتر. وما تكتريش مكرونة علشان مش مستحب ابدا تكون طبقة المكرونة سميكة. نص كيلو المكرونة بياخد نص كيلو من اللحمة المفرومة، ودي بتكون كمية مناسبة وحلوة جدا لحشوة المكرونة. البشاميل، كمية الدقيق بتكون سايلة في السمنة، مش مكتلة معاكي، وشوحي الدقيق كويس عشان تاخدي طعم أفضل في البشاميل. لكل كوباية كبيرة من اللبن معلقة كبيرة من السمنة، ومعلقة ممسوحة من الدقيق، ده لو حابة تعملي البشاميل بالمقدار. والسمنة بتكون أفضل من الزبدة في البشاميل. اللبن بيكون بدرجة حرارة المطبخ، ولا ساخن ولا بارد، وبتنزلي بيه مرة واحدة مش واحدة واحدة. البشاميل عبارة عن سمنة ودقيق ولبن وملح وفلفل وجوزة الطيب ومكعب من المرقة. أي حاجة تانية بتكون إضافات من عندك تقدري تستغني عنها. لو بتحبوا تقدموا المكرونة قطع سليمة كده، بنسيبها تبرد شوية قبل ما نقطعها، ولو بتحبوها سخنة وجوسي كده في نفسها فبنقدمها على طول. شايفين الجمال؟ قد ايه المكرونة شاربة من البشاميل وواخدة من طعم اللحمة، والبشاميل جوسي وعامل طبقة تحفة على وش المكرونة. قولوا ما شاء الله. أتمنى فعلا إن أكون كفيت ووفيت في وصفة المكرونة بالبشاميل. وكده أنا بكون خلصت وصفة النهاردة، أتمنى تكون نالت إعجابكم. يلا بقى جربوها، وأكيد هستنى رأيكم في التعليقات. ما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك وشير لكل أهلكم وصحابكم، ولو مش مشتركين اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار بكل وصفة جديدة. أشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.